السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين يا جماعة. هو الشعب المصري ما نزلش ليه يعمل ثورة في 11/11؟ سؤال وعندنا الإجابة بتاعته. الشعب المصري ما نزلش لسببين. السبب الأول وده أهم سبب، إن اللي عاملين الدعوات للنزول دول عندهم نوايا تانية خالص. دي ناس قاعده بره مصر، وزي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت دول عندهم مشكله مع الرئيس، دول عندهم مشكله مع السيسي، دول عندهم مشكله مع الرئيس السيسي. نواياهم ولا عايزين الشعب المصري يبقى كويس والشعب يعيش كويس، ولا عايزين لمصر الخير. هم عايزين الرئيس، عايزين يشيلوا الرئيس، مش مهم بعدها يحصل اي حاجه، مش مهم بعدها يحصل، المهم ان هو الرئيس ما يبقاش موجود. تمام؟ طب المصريين عايزين ايه؟ طب ده الناس اللي بره عايزين كده. المصريين اذكياء جدا يا جماعه. مفيش ولا واحد نزل مش عشان القبضه الامنيه والكلام اللي اتقال ده. طب ما في حته ما كانش فيها قبضه امنيه ولا حاجه، كان ممكن الناس تنزل، الناس اللي هي لو سمعت كلام الناس اللي بره. انما المصريين اذكياء، ما سمعوش كلام الناس اللي بره عشان عارفين ان الناس اللي بره عندهم مشاكل شخصيه مع الرئيس ومع مصر. عندهم مشاكل شخصيه مع الرئيس ومع مصر، فما نزلوش. بس في حاجه، ودي رساله هنوجهها كمواطنين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش معنى ان الناس يا ريس ما نزلتش ان الناس راضيه، لا. الناس ما سمعوش كلام الخونه اللي قاعدين بره، انما الناس تعبانه، الناس عندها الم من الاسعار ومن الغلاء. فده مش معناه يا ريس ان الناس مبسوطه. اوعى يا ريس حد يخدع سيادتك، وانا عارف ان حضرتك راجل عاقل وراجل بتوزن الامور. اوعى حد يخدعك يا ريس ويقول لك ده الناس مبسوطه فما نزلتش. لا، الناس مش مبسوطه، بدليل ان في اصلاحات كبيره بتحصل اليومين دول لصالح المواطن المصري. نعتبر ان اللي عملوه بره ده هو خدمنا ما ضرناش، يعني خدم المصريين ما ضرهمش، هو بس دق ناقوس خطر للقياده السياسيه خلتها تهتم بالشعب المصري، تهتم بالمواطن المصري، ودي حاجه جميله جدا واحنا بنشكر عليها الرئيس وبنقول له يا ريس شد على الحكومه. انا شايف فعلا في شد على الحكومه، انا ده شايفه على ارض الواقع. حضرتك يا ريس عارف كويس قوي. بصوا يا جماعه، في حاجه عايز اقول لكم عليها بس معلش، يعني دي استحملوها مني. مش لازم الشعب يكون بيحب الرئيس، مش لازم، بس لازم يكون الشعب راضي عن اداء الرئيس. ممكن الشعب ما يحبش الرئيس عادي، انما ممكن الشعب يبقى راضي عن اداء الرئيس. واحنا الشعب المصري عنده قناعه ان الرئيس بيحاول، الرئيس بيشتغل. فاحنا بنقول له يا ريس شد اكتر على الحكومه، شد اكتر عليها، خليهم ينزلوا ويشتغلوا، نسيبهم بقى من المكاتب المكيفه والتكييفات والحرس وايه، ينزلوا على ارض الواقع. وزير التموين ينزل المجمعات. هو بيقعد في المكتب يعمل ايه؟ انا ليه بشد على وزير التموين وبتكلم عليه كتير؟ لانه هو المسؤول عن السلع الغذائيه، هو المسؤول حقيقي. فينزل يشد، ينزل يلف. الشعب المصري ما نزلش عشان اللي عامل الدعوات خون، اللي عامل الدعوات مش قلبهم على الشعب المصري خالص، والشعب المصري ذكي وعارف كده كويس. انما يا ريس الشعب مش مبسوط، الشعب عايز شغل اكتر من كده، الشعب عايز رعايه اكتر من كده. تمام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.